لما أسمع الطفل ينادي أمه أمي، في نفسي أقول يا ريت عندي الحين ولد أو بنت أربي أحسن تربية. زوجي ما قصر، كثير رحنا مراكز، كثير رحنا، يعني خلاص يقولوا ما في أمان. أما كان عندي نقص كبير صراحة، بس لما دخلت للرمضان تطوع تغيرت حياتي كثير. يقول لي زوجي شوفي أنت مبسوطة اليوم الثلاثاء؟ أقول له أيوة عشان أشوف عيالي، عشان أروح أتطوع. ولما أوصل كلهم يستقبلوني أمي مليكة أمي مليكة، والله أنا أدمع أبكي. مرة قاعدين يتكلموا يسولفون كيف العيال، كيف اللي عنده عيال، كيف. أنا جاني شوية ضقت ورحت بعيد بكيت، بعدين رديت قعدت مكاني. جاء عندي ابني سالم يقول لي أمي مليكة شو فيك؟ قلت له أنا لما أسمع أمي مليكة انبسطت، أقول الحمد لله الله رزقني عيال. قال لي كنا احنا عيالك هادو بناتك هادو، الحمد لله. لما يناديونا قلنا في تطوع أو شيء خلاص أكون فرحانة أروح. كلمة أمي مليكة كبيرة عندي والله، الحمد لله. أقول لهم شكرا يا عيالي، شكرا يا بناتي، يعني أحس خليتوني إني حسيت بالأمومة، يعني ما عندي نقص. الكل كل أم حافظي على عيالك، ربيهم تربية حسنة. والأمهات كل عام وهم بخير. وعلى راسنا أمنا الشيخة فاطمة بنت مبارك، الله يحفظها ويطول في عمرها.